أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فقد طلب مني الأخ المشارك الأستاذ الفاضل والعلامة الجليل السيد ابن المرابط بن الطلبة أن أسجل له قصيدة النبأ العظيم. وما أدراك ما النبأ العظيم؟ إنها النبأ العظيم، قصيدة قالها فز من أفزاز الرجال، وعلم من أعلام الأمة، وفخر من مفاخر الشرق على الغرب، السيد أحمد إسماعيل عبد الجواد حفظه الله تعالى. قالها في مدح شيخه الإمام العارف بالله تعالى العلامة صلاح الدين التجاني حفظه الله تعالى ونفعنا به. أنشدني أحمد إسماعيل لنفسه قال: تعجمني الزمان فما استرابا، وعذبني فعذبت العذابا، وصب كؤوس غرته فلما شربت بهن أسكرت الشرابا، فأغمض جفنه لما رآني أشد مخالبا وأحد نابا. أنا ابن محمد وأبي علي، وشيخي خير من ودئ الترابا، أفاخر باسمه الأفلاك ضرا، فكيف أروم كعبا أو كلابا. ولو نظرت إلي الشمس شزرا، لقدت لخدرها خيلا عرابا. فإن عصت المسير إلي طوعا، فلن تعصي الأسنة والحرابا. ملأنا الكون حتى ضاق عنا، فلم ندري إلى أين الذهاب. وكنا أشرف الثقلين لما وجدت إلى أبي الغرر انتسابا. ومن في مدحه نفدت بحور، وكان الشعر أكثره اقتدابا. فلا الباب الطروق يراء بابا، ولا البحر العباب يرى عبابا. وحين تكون فيه أشد مدحا، تكون أشد تأسيرا وعابا. فمرغ حر وجهك في ثراه، فإن لكل ذي خدأ متابا. ورتل بعد آي الله فيه، يكن محوا لذنبك واقترابا. وحسبك من ثناء الناس مدحا، إذا نسجوا من الشعر الثيابا. على السبع الشداد على فأغرى، حواسده الأولى علوا الهضابا. وظن المجد يدرك بالتمني، وقالوا تؤخذ الدنيا غلابا. ولما يدركوا إلا الأماني، ولما يبصروا إلا السرابا. ولو صدقوا أقاموا في ذراه، وشدوا حولا عليه الجبابا. هو النبأ العظيم وفلك نوح، وآي الله إن فهموا الخطابا. هو السجاد والبكاء ليلا، إذا أرخى الظلام عليه بابا. وأول من يحرك باب ضاها، إذا أذن النبي لمن أنابا. وأول من يقبل راحتيه، أول كشف النقاب. فأحيانا يكون له رسولا، وأحيانا يكون له حجابا. صلاح الدين بابك باب طه، ففيما يسلك الناس الشعابا. أمارات الولاية فيك تمت، وما ملك الحسود لها ارتيابا. وبيعتك التي بغدير خم، ملكت بها من الناس الرقابا. فبعضهم عصبت عليه تاجا، وبعضهم أنأت به سخابا. فإن تابوا فخطاؤون خدما، فإن خطئوا فخطاؤون قدما. وإن تابوا فقد عرفوا الصواب. ولو أن النبوة باكتساب، لأوتيت النبوة والكتاب. فإن خدئوا فخطاؤون قدما، وإن تابوا فقد عرفوا الصواب. عليك سلام ربك من محب، يشيب جوا ولم يعد الشباب. ويشتاق الهوى الحسني فيكم، ولا يشتاق من يتورى بابا. القائل أحمد إسماعيل. وبيني وبين القصيدة عهد بعيد، فهذا بعضها، وهي مجموعها 40 بيتا. وقد وضعت عليها شرحا اسمه شفاء الكظيم في شرح النبأ العظيم، يوجد على موقع مولانا صلاح الدين التجاني على الإنترنت لمن أراد المزيد. أخوكم في الله إبراهيم المالي، والسلام عليكم ورحمة الله يا أهل شنقيط.